هاد السيده كتقول لها قالوا لها ما تكثريش من الكركم لانه يسبب، لا، هو العشبه الوحيده التي ليس لها اعراض جانبيه ولا تسبب اي مشكل في الجسم هي الكركم، وخا يتناولوا الناس منه حفنه في اليوم، يعني هو ليس هناك اي مشكل. هو امن لان احنا عندنا اللائحه ديال الاعشاب وعندنا اللي ماشي مضره. نعم، لا، عندنا اللائحه ديال عندنا كل عشب ولا كل مكون كنشوفوا الخطر ديالو، واش فيه نفع زائد واحد الماده سامه. الكركم حتى ولو يتناوله الناس صباح مساء ويتناوله بكثرة، يعني ملعقة كبيرة في اليوم أو ملعقتين، لا يضر الجسم ولا يصيب الكلية ولا يصيب الكبد ولا يصيب البنكرياس، لأن الأعضاء هي التي تتسمم بهذه الأعشاب، خصوصا إذا كانت أعشاب سامة، ومثل بعض الأعشاب الحاملة للسولانين، لليكتين السولانين الذي هو خطير. السولانين موجود حتى في البطاطس. مكون الكركمين من المضادات القوية للأكسدة، وهو يكبح بعض يعني التفاعلات داخل الجسم، ومنهم الجذور الحرة، وهي التي تضرب خلايا القولون وتسبب سرطان القولون. ليس سرطان القولون فقط، وإنما تؤكسد كل الخلايا بما في ذلك خلايا الدماغ. التوابل لا تستهلك بكمية كبيرة لأنها تصبح سامة. جميع التوابل لا تستهلك بكمية كبيرة. الذين يستهلكون الكركم بملعقة كبيرة فهؤلاء يعني يتعدون الكمية التي يحتاجها الجسم ب10 أضعاف، وربما يصبح سام للجسم. الذين يستهلكون الكركم بملعقة كبيرة فهؤلاء يعني يتعدون الكمية التي يحتاجها الجسم ب10 أضعاف، وربما يصبح سام للجسم. إذا بدأت تظهر بعض النصائح هكذا أن الكركمين الموجودة في الكركم غير نشطة ولا تعمل إلا بوجود بيبرين الموجودة في الإبزار، يعني هذه في البيبر، ويعني بمعنى أن هذا الكركم يعني لا يصلح لشيء. لكن الكركمين التي أبيعها أنا وصنعتها أنا فهي الكركمين الوحيدة التي ممكن أن تفيد الناس. الكركمين التي أبيعها أنا وصنعتها أنا فهي الكركمين الوحيدة التي ممكن أن تفيد الناس. من التوابل التي يهملها الناس كثيرا، ما تكلمنا عنه في التسعينيات، تكلمنا عن أهميته بأنه المادة العشبية النباتية الوحيدة التي ليس فيها سمومية، ولو يكثر الناس من استهلاكه فليس هناك مشكل، وليست له أعراض جانبية، بمعنى أنه لا يضر الأشخاص اللي عندهم قصور كلوي ولا أصحاب السكري ولا أصحاب قرحة المعدة ولا أصحاب القلب والشرايين. لا يضر الكركم، لا يضر، أنه عشبة ليست ذات سموم. الذين يستهلكون الكركم بملعقة كبيرة فهؤلاء يعني يتعدون الكمية التي يحتاجها الجسم ب10 أضعاف، وربما يصبح سام للجسم. من التوابل التي يهملها الناس كثيرا، ما تكلمنا عنه في التسعينيات، تكلمنا عن أهميته بأنه المادة العشبية النباتية الوحيدة التي ليس فيها سمومية، ولو يكثر الناس من استهلاكه فليس هناك مشكل، وليست له أعراض جانبية، بمعنى أنه لا يضر الأشخاص اللي عندهم قصور كلوي ولا أصحاب السكري ولا أصحاب قرحة المعدة ولا أصحاب القلب والشرايين. لا يضر الكركم، لا يضر، أنه عشبة ليست ذات سموم.